ليكوا كلكوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وتكونوا دايما بخير. اولا بشكر كل الناس الجديده اللي اشتركت عندي في قناتي. شكرا ليكوا بجد، وشكرا لاي حد دعالي او بعتلي. ربنا يخليكوا قوي. انا الحمد لله كنت بمر كده بحاجه، بس صحيه مش حلوه يعني. ومش عايزه اطول عليكوا. والحمد لله بحاول اقوم منها يعني. ويا رب اقدر ارجع لكم وارجع اتابع الحاجه اللي انا بحبها. انا بحب المطبخ، وزي ما انتم عارفين انا بحب الاكل عموما. وبحاول انزل لكم وصفات سهله وبسيطه. ويا رب تكون قناتي عجبتكم، ويا رب يكونوا اللي معايا في القناه مبسوطين. ويا رب الجداد اللي بيشوفوا القناه بتاعتي يدخلوا ويتبسطوا. انا النهارده ان شاء الله اول يوم تصوير ليا بعد خروجي من المستشفى. وبعد ازمتي الصحيه دي. بس انا نفسيا طبعا كنت في الارض. الحمد لله على كل حال. بس قلت ارجع تاني واستأنف في الحاجه اللي انا بحبها. مش عايزه اوقف حياتي يعني على حاجه معينه. طبعا كل حاجه بايد ربنا، والحمد لله على كل حال. بس انا قلت النهارده كده ارجع، ده اول وصفه ليا في قناتي. معلش لو هي طويله شويه، لان انا بصور وانا قاعده. وفي ناس كمان بتساعدني في التصوير او في ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها. فيا رب كده يكون فيديو مش طويل عليكم ويعجبكم وتتبسطوا بيه. وكل سنه وانتم طيبين. آه، يعني مش عارفه والله اقول لكم ايه. بس يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون يعني كويس ويفيدكم. بس انا النهارده حبيت اعمل، احنا بقالنا طبعا وقت طويل من ساعه وقت ما تعبت. دخلين اكتر من شهر وشويه. بقى بنجيب اكل جاهز. وفي طبعا ناس بتعمل لي اكل جاهز، ربنا يخلي لي مامتي وكل الناس اللي كانت واقفه معايا. بس برضو حبيت ارجع كده اعمل حاجة بسيطة. انا النهاردة هعمل وصفتين او ثلاثة، هما ممكن يكونوا طوال شوية. بس معلش عشان انا تعبانة وبعملهم والله بالعافية. بس حبيت اعمل فيديو دوت علشان ارفع من روحي المعنوية شوية. واحاول ارجع لحياتي الطبيعية تاني يعني. بس فاتمنى تكونوا معايا. آه، بس يعني مش عارفة اقول لكم ايه يعني. وربنا يخليكم ليا يعني. وشكرا ليكم، وباي باي، واسفه لو طولت عليكم. شكرا ليكم قوي. باي باي. ونشوف بقى الوصفات بتاعتنا ايه. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده الكشري. انا عامله كده اكله بسيطه. اول حاجه معايا هنا نص كيلو من الطماطم او كيلو متقطع شرايح، ومعاهم بصله. معايا كوبايتين رز مصري، معايا شعريه، ملح وكمون، ومعايا حمص، ومعايا مج من العدس، ومعايا المكرونه اللي انا هعملها بقى معاكم. معايا مكرونه اسباجيتي، ومعايا المكرونه الصغيره دي. ولو بتحبي اي انواع تانية مفيش مشكله. اول حاجه هنعملها هاخد الطماطم بالبصل كده زي ما انتوا شايفين، اضربهم مع بعض في الخلاط. وبعد كده نرجع مع بعض نكمل نشوف هنعمل ايه. هنا عقبال ما ضربت الطماطم حطيت العدس، وحطيت عليه كوبايتين كبار من المية. طبعا انا غسلته كويس جدا 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 يا جماعة، اغسلوه اكتر من مرة. علشان انا هقول لكم احنا هنستخدم مية العدس دي في ايه. والطريقة دي على فكرة انا خدتها من محل كشري بنفسه يعني. بس دلوقتي بقى هحط زي ما انتوا شايفين كده العدس على البوتاجاز يغلي براحته ويستوي لحد ما يغلي. بقى يلا بينا نعمل الصلصة بتاعتنا. هنا في حلة على النار حطيت زيت. على فكرة الكشري بيتعمل بزيت، ما بيتعملش خالص بسمنة ولا كده. وانا بحب الطريقة التقليدية دي للكشري عشان بصراحة بتحسسني بالطعم اللي هو الاصلي بتاع المحلات. والحقيقة انا ما جربتش اللي هو اللي بيتعمل في حلة واحدة، فبحب اعمله بالطريقة دي بيطلع حلو جدا جدا. معلش يا جماعة لو صوتي تعبان شوية. الزيت معايا سخن. هحط معلقة من التوم المهروس، وهبتدي اقلب فيهم شوية كده لحد ما التوم بتاعي يحمر شوية اهو. هفضل اقلب شوية كده لحد ما ياخد لون معايا.
بس هفضل اقلب فيه زي ما انتوا شايفين. وبرضو الكشري حلو جدا ومفيد وتغيير، بالذات لما بيكون الجو حر. لسه هو بس اللون بتاعه محمرش، انا عايزاه بس يحمر ويطلع ريحة حلوة كده. وياخد لون برضو اهو زي ما انتوا شايفين. اهو احمر معايا زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه؟ هحط معلقتين من الخل. التركايه دي برضو بتبقى حلوة جدا جدا في الصلصة. وهخليها تغلي كده غلوتين مع بعض، وابتدي انزل بالطماطم اللي انا عاملاها ومعاها البصلايه وضربهم في الخلاط. وهسيب كده شويه في شفشق الخلاط من الطماطم دي. هقول لكم برضو هنعمل بيهم ايه دلوقتي. بس صلصه الكشري مش بتحتاج توابل كتير، يا دوب بس هنحط ملح وكمون. ما بيتحط لهاش فلفل اسود ولا بيتحط لها اي توابل تانية، هو الملح بس والكمون. لو عايزه تاكلي كشري زي بتاع المطاعم اتبعي الخطوات كده زي ما انا عاملاها بالظبط. حطيت الملح وحطيت معلقة من الكمون، وهسيبها بقى مع بعض تتسبك. خلي بالكوا ان الصلصة بتاعة الكشري مش بتتسبك قوي، يعني ما بتبقاش تقيلة قوي وهي بتتسبك. هسيبها بقى تتسبك مع بعض ويلا بينا نعمل الرز. في حلة على النار حطيت برضو شوية من الزيت. طبعا الرز بتاع الكشري مش بيتعمل بسمنة بلدي ولا زبدة ولا اي حاجة، بيتعمل بزيت بس. الاكلة كلها يا جماعة بنستخدم فيها الزيت. عايزة تستخدمي زيت ذرة، عايزة تستخدمي زيت عباد، عايزة تستخدمي الزيت المتاح عندك استخدميه، مفيش اي مشكلة. دلوقتي هفضي الشعرية، نص مج تقريبا من الشعرية. مهم. بس هبتدي دلوقتي اقلب الشعرية لحد ما تحمر معانا. بصوا كأننا بنعمل رز عادي بشعرية يعني. آه عادي خالص، اتعاملي مع الرز كأنه الرز بتاعك اللي بنعمله مع الخضار، بس الفرق ان هو بيتحط له زيت. دي حاجة زيت بس مش زبدة. تاني حاجة هقول لكم التركاية بقى اللي بتفرق في طعمه جدا، ودي انا واخداها من مطعم كشري يا جماعة. هنقلب مع بعض لحد كده ما الشعرية بتاعتنا تحمر. ومعلش على التصوير لو في اي حاجة، لان مش انا اللي بصور لوحدي. هنا الشعرية بتاعتي حمرت خلاص. هبتدي افضي كوبايتين الرز زي ما هما. الرز ده نضيف، مش محتاج يتنقى ولا يتغسل. حابة تغسليه مفيش برضو اي مشكلة. هنقلبه مع بعض كويس، نشوحه كده مع بعض شوية. وبعد كده هبتدي اديله معلقة من الملح. حياء الاكل بتاعك زي ما تحبي، يعني الحياء زي ما انت عايزة. حيائك عالي حيائك اقل، بس يفضل يا جماعة ان انتوا تستخدموا حياء اقل علشان اضرار الملح مش كويسة يعني. دلوقتي بقى انا مسخنة مية في الكاتل، بس هقلب الرز شوية. كل ما بتقلبيه كل ما بيطلع معاكي مفلفل وجميل. التركايه بقى اللي بقول لكم عليها هي ايه بقى يا حبايبي؟ ميه العدس. ميه العدس فظيعه جدا، جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. هنا انا بصفي العدس وهاخد الميه بتاعته، وزي ما قلت لكم انا غسلاه كويس جدا جدا جدا، يعني غسلته اكتر من مره. بس كده خلاص. هزود بقى دلوقتي ميه من البويلر او الكاتل، وهسيبه بقى يستوي براحته. بس انا حاسه ان هو عايز شويه ميه كمان. هزود له حبه صغيرين مش كتير، وحسب نوع الرز برضو اللي انت بتستخدميه.
وكده برضو حاسه انه محتاج حياء، هزود له سنه بسيطه من الملح بس، وهسيبه بقى يغلي مع نفسه. وبعد كده اول ما يتشرب هوطي عليه واسيبه خالص. هنا خلاص بصوا الرز بتاعنا، هوطي عليه بقى خالص لحد ما يستوي تمام. هنا بقى عقبال ما الرز بتاعي يستوي، الحمص بتاعي انا غسلته ما نقعتوش، حطيت عليه ميه من الكتل. عايزه تحطي ميه مغليه، عايزه تحطي بارده، ما فيش اي مشكله خالص. المهم ان الحمص بتاعك يكون متنقي ومغسول يا جماعه اكتر من مره. بس انا ما نقعتوش زي ما قلت لكم، بس دلوقتي هسيبه كده يغلي براحته، مش هحط له اي اضافات، بس هسيبه ياخد كام غلوه على البوتاجاز وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هنا خلاص غلي كده، حطيت بقيه شفشق الطماطم اللي انا عملته لصلصه الكشري، حطيته على ميه الحمص. والحمص برضو مش بيحتاج حياء كتير، هحط له بس الملح ومعلقه كبيره من الكمون، وهحط له كام فص من الثوم اهو. هسيبه بقى يغلي كده، اغطيه واسيبه يغلي براحته على البوتاجاز. سوري يا جماعة لو الفيديو طويل، بس انا والله فعلا تعبانة جدا وعاملة الفيديو ده علشان اطلع من المود بتاع التعب بتاعي. بس هسيب بقى الحمص بتاعي يغلي براحته. هنا خلاص الحمص زي ما انتوا شايفين اهو حلو جدا جدا. حطيت له بقى دلوقتي معلقه التوم المهروس بعد ما خد كام غلوه على النار. عايزه اقول لكم طعمه طلع خرافي وحلو جدا. وطبعا لازم هنعمل كشري فنعمله في البيت بكل التريكات بتاعه المطعم عشان الولاد يحبوه. هسيبه بقى يكمل سوا على الهادي خالص واتابعه من الوقت للتاني. هنا بقى معايا عيش شامي قطعته كده بالمقص زي ما انتوا شايفين قطع صغيره، ومعايا بصل هحمرهم بقى في زيت غزير. انا بصراحه ما بحبش احط على البصل نشا، بحس انه مش بيديني طعم. انا بحمص العيش في زيت غزير عادي كاني بقلي بطاطس، ولما بطلعه بهدي النار وبحط البصل زي ما هو كده. عايزه اقول لكم بيطلع مقرمش وحلو جدا. هروح بقى احمرهم وارجع لكم ويلا بينا نسلق المكرونه. في حله على النار حطيت فيها ملح ونقطه بسيطه من الزيت، حطيت المكرونه الاسباجيتي بتاعتي، وكمان هحط المكرونه الصغيره. عايزه اقول لكم ان انت تقدري تتحكمي في الكميه اللي انت عايزاها. ده تقريبا كان كيس الا شويه، كيس الا ربع او نص كيس تقريبا من المكرونه الاسباجيتي. وهفضي بقى دلوقتي كيس برضو الا حبه صغيرين من المكرونه الصغيره. ده كان علشان كان عندي ناس، فانت تقدري برضو تعملي الكميه على قد ما انت عايزه، انت اولادك انت وزوجك زي ما تحبي. بس برضو في الاول والاخر هو اوفر واحلى وانضف بكتير من بره، وانت بتبقي ضامنه الحاجه اللي انت عاملاها في بيتك، وضامنه نظافتها وضامنه جودتها، وضامنه انت حاطه ايه وبتعملي ايه. انا هقلب شويه لان انا مش عايزه المكرونه الاسباجيتي تمسك في بعض وفي نفس الوقت تمسك في المكرونه الصغيره في بعض. عايزه اقول لكم انا عادي جدا اي نوع مكرونه عندك لو سلقتيهم مع بعض مفيش اي مشكله خالص، يعني مش هيحصل اي حاجه. خلاص هسيب بقى المكرونه بتاعتي تستوي وكده حاجتي استوت خلاص. يلا بينا نغرف. هنحط اول طبقه من الرز. بصوا الرز لونه تحفه، وعايزه اقول لكم طعمه يجنن ومفلفل جدا جدا جدا. اول حاجه هنحط دلوقتي طبقه من الرز اللي احنا عملناه. ولو مش حابه تعملي التركايه بتاعه الميه العدس زي ما يعجبك هتعملي عادي رز بشعريه، بس هو بس بيفرق في طعمه كده، تحسي ان الطعم كله ميكس على بعضه. وهحط دلوقتي المكرونه الطبقه اللي فوق. نسيت اقول لكم ان انا لما صفيت المكرونه يا جماعه حطيت
عليها حطيت شويه من الزيت، معلقه من الزيت كده او معلقتين، وقلبتهم في بعض عشان تبقى بصوا مفلفله كده زي ما هي طالعه. بسم الله ما شاء الله تجنن. هنحط بقى الطبق اللي فوق، تقدري تقدمي في كل واحد في طبقه زي ما تحبي، بس انا بحب اعمل لهم الشكل ده، والولاد بحط لهم في طبق على قدهم يعني. المهم انها تبقى حاجه تفتح النفس وتبقى شكلها جميل. اهو خلاص كده حطيت الرز وعليه المكرونه. هبتدي بقى احط رشه من العدس. تقدري بقى تزودي عدس، تقدري يعني تتحكمي براحتك، بس احنا بنحب العدس كتير في الكشري بالشكل ده. اهو ده كبشه من الحمص اللي انا عاملاه. هاخد منه شويه كده احطهم، لان احنا بنحب برضو الحمص. يعني مش هتسلقي حمص لوحده، هتاخدي من اللي انتي عملتيه وهتحطي الحمص زي ما انتي شايفه كده. وده كده البصل اللي انا عملته، بص لونه حلو قوي ومقرمش وجميل عشان معمول في زيت غزير. هنحط بصل، وتقدري برضو تتحكمي في الكميه بتاعه الحاجات دي زي ما انتي عايزه. احلى طبق كشري تقدروا تاكلوه. كده خلاص هبتدي بقى احط العيش اللي انا حمصته. عايزه اقول لكم العيش الشامي تحفه في التحميص، وبيبقى حلو قوي مع الكشري. طبعا احنا لما بنروح دلوقتي اي محل كشري بيبقوا عاملين الاطباق بتاعه العيش دي كده علشان تتاكل معاه. اهو بس خلاص كده خلصت خلاص طبق الكشري بتاعي. يلا بينا نقدمه مع بعض. ده كده طبق الكشري بتاعي. وده كان صوص شطة كنت عاملاه قبل كده. وده خل معروف طبعا. الخل بيتعمل ازاي؟ توم وبنحمره وبنزود عليه معلقتين خل، وبنزوده ربع كوباية مية. ودي الصلصة اللي احنا عملناها زي ما انتوا شايفين. وده كده طبق الكشري بتاعنا، حاجة فوق الخيال. طعمه حلو قوي، شكله يفتح النفس، جميل جدا، موفر. تعمليه كده في يوم او انت زهقانه من الاكل. طبعا اكيد مش كل يوم هناكل فراخ ولحمه وكده. اتمنى الطبق الاولاني يعجبكم، ونخش بقى على الطبق التاني. الفيديو ده فيه كام وصفه كده خفيفه، يا رب تعجبكم. الوصفه التانية بقى هنعمل سجق مع بعض. انا عملته قبل كده معاكم في القناه، بس انا هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله وبسيطه. المره اللي فاتت احنا قطعنا السجق، المره دي مش هقطعه، هخليه زي ما هو. اهو ده سجق بلدي يا جماعه زي ما انتوا شايفين. يا دوب بس هقصه معاكم، لان انا مش عايزه اقطعه، انا هعمله لكم سليم زي ما هو. ومعايا 3 طماطمات متقطعين صغير، ومعايا قرنين فلفل رومي وواحد حار، والتوابل معايا فلفل اسود، معايا 3 فصوص توم، معايا معلقه كمون، معلقه بابريكا، ملح. التوابل بسيطه جدا، والطعم مش عايزه اقول لكم، وريحته تجنن. وطريقته سهله قوي قوي. تقدروا تعملوه سندوتشات، تقدروا تعملوه مع مكرونه وسلطه. حلو قوي بصراحه. تقدروا تعملوه في سندوتشات في العشاء، فظيع. هبتدي اقطع كله كده واحده واحده زي ما انتوا شايفين. هشيل بس ايه، افصلهم من بعض بس وخلاص. اسفه. انا حبيت اصور الوصفتين السهلين دول اول وصفات ليا بعد طلوعي من المستشفى. فقلت ايه، اعمل لهم حاجات خفيفه كده، وكفايه اكل دليفري من بره. خلاص هناخد بقى الادوات بتاعتنا دي كده، المكونات بتاعتنا، ونروح على البوتاجاز. في طاسه بقى على البوتاجاز هحط معلقه كبيره من الزيت. انا مش هكتر زيت، علشان طبعا السجق انتوا عارفين، وبالذات البلدي ده بينزل دهون كتير، وانا مش عايزه يبقى فيه دهون كتير. زي ما انتوا هتشوفوه هنزل السجق بتاعي واحده واحده كده. الطريقه دي احسن بكتير لما تحطيه في الصوص على طول، لان كده هو بيبقى مستوي من جوه، وكمان واخد لون حلو، وبيبقى طعمه حلو قوي الحقيقه. اهو هبتدي اقلب فيهم مع بعض واحده واحده.
انا ما حبيتش اسرع الفيديو علشان تشوفوا كل الخطوات بسرعة، ولان انا معلش مش قادرة اتكلم بسرعة، فسامحوني يعني. اهو هقلب السجق بتاعي كده لحد ما كله ياخد اللون الحلو بتاعه. شايفين؟ هو اصلا بيغير لونه على طول، وكمان عشان ما حطيناش مادة دهنية كتير، هو هتلاقوه كده خفيف، مش فيه دهون كتير ويعمل سمنة، طبقة سمنة كده في الصوص. يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي. عايزة اقول لكم طلع طعمه تحفة يعني، في السندوتشات كمان خرافي. بس هفضل اقلب فيه كده لحد ما ياخد اللون البني الحلو. ريحته عايزه اقول لكم حلو قوي من قبل ما احط له اي حاجه. خلاص هما تقريبا كلهم كده دخلوا على اللون اللي انا عايزاه. بس انا مهديه النار، بس ما تهديهاش قوي برضو. يعني انت في الاول علي النار علشان انا مش عايزاه ينزل ميه، وبعد كده هدي النار خالص علشان ما يتلسعش منك. احنا عايزينه يستوي على مهله وبالراحه جدا. انا كده مهديه النار وسايباه يستوي على مهله خالص. دلوقتي بقى هبتدي اقلبه عشان اطلعه. خلاص كده، خلاص خد اللون كله اللي انا عايزاه اهو. خلاص انا كده مش عايزاه يبقى اكتر من كده. بصوا لونه اتغير ازاي وتحسوا انه اتنفخ، ده دليل ان السوا بتاعه كده مظبوط جدا من جوه. هبتدي بقى اطلعه دلوقتي في طبق. هديله بس اخر تقليبه كده عشان ايه، في حتت لونها ما اتغيرش، فانا عايزه كل اللون ويبقى كمان استوى من جوه كويس جدا. تقدري برضو تعمليه لو في المستورد، السجق المستورد براحتك، بس انا بفضل اللحوم بالذات تبقى بلدي بصراحة. يعني مش بفضل المستورد قوي يعني. اهو هبتدي خلاص كده اطلعه في طبق. ريحته حلوة قوي قوي. احنا طبعا ما حطيناش فيه اي توابل. السجق اصلا بيبقى فيه سنة حياء شوية وفيه برضو توابل، بس انا مش هحط برضو توابل دلوقتي خالص. التوابل بتاعتي هقول لكم هنحطها امتى دلوقتي. اهو هنا خلاص كده مكان الدهون بتاعتي والزيت. هحط بقى التوم. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، لان الدهون اللي نازله من السجق ليها ريحه جميله جدا. وهنحمصه كده شويه، انا مش عايزاه برضو يغمق قوي يعني، انا عايزاه بس ياخد لون كده حلو، علشان كل ما التوم ريحته بتطلع قويه كل ما طعم التتبيله بتاعتك بيبقى خرافي. اهو هنقلب كمان شويه كده. خلاص التوم زي ما انتم شايفين ريحته تجنن. عايزه اقول لكم يا ريكو كنتوا شامينه، ولونه كمان ابتدى يغير. دلوقتي بقى هنزل بالطماطم بتاعتي بس. هنزل بالطماطم الاول. وهبتدي بقى اقلب الطماطم، لان انا عايزه الطماطم تستوي كده فيها. اوطي خالص النار، تهدي النار خالص بقى على الطماطم علشان ما تتلسعش منك. احنا عايزينها تنزل الجوسي بتاعها كده، علشان احنا عايزينها
يبقى فيه صوص كده حلو في السجق بتاعنا. اهو انا موطيه كده عليها خالص. هحط بقى رشه الفلفل الاسود، وهحط معلقه البابريكا ومعلقه الكزبره. الكزبره بتفرق جدا يا جماعه في تتبيله السجق دي بالذات، جربوها على ضمانتي. مهم. بس هقلبهم شويه مع بعض. الريحه حلوه جدا، عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي. بس انا كده مهديه النار علشان انا عايزاها تتسبك كده مع نفسها. حطيت لها دلوقتي ربع كوبايه ميه، وهسيبها تتسبك بقى على نار هاديه. عايزه اقول لكم خلطه طعمها فظيع والله، ومش حاطين فيها توابل كتير ولا حاطين فيها اي حاجه، وخفيف. حطيت بس دلوقتي رشه من الملح، مش عايزين نكتر عشان انا زي ما قلت لكم السجق فيه حياء. وطبعا الحياء زي ما بقول لكم دايما في فيديوهاتي على حسب الحياء بتاعك. بس هدي النار بقى خالص عليها واسيبها تتسبك. تبتدي بقى تنزل الطعم بتاعها مع الصوص دوت، هيبقى فظيع جدا. صوص الطماطم ده بقى مع الدهون اللي نزلت من السجق مع الخلطة دي فظيعة. هأديها كمان تقليبة من وقت للتاني كده، هقلب فيها. واسيبها على نار هادية خالص، علشان انا مش عايزاها برضو تنشف، انا عايزاها تبقى جوسي كده زي ما هي. ريحتها تجنن من قبل ما احط السجق، ريحتها حلوة قوي قوي. تقدري برضو تزودي شطة زي ما انتي عايزة. بس انا بصراحة ما حبيتش ان انا حاطة فلفل حار، فما رضيتش ازود علشان ما تبقاش اوفر قوي. خلينا معتدلين في كل حاجة يعني. كده خلاص اتسبكت الصلصة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، والطماطم برضو انا عايزاها تبقى قطع كده، لكن شوية المية اللي احنا حطيناهم فرقوا في الجوسي ده. هبتدي بقى دلوقتي احط السجق بتاعي. سوري. كده هفضي السجق بتاعي. على فكرة تقدروا تعملوا نفس الخطوات دي مع السوسيس، تبقى حلوة جدا. بصوا بقى حاجة كده فظيعة، حلوة قوي قوي. هقلبها مع بعض وابتدي بقى احط الفلفل بتاعي. شايفين بقى الالوان والجمال والطعم. انا برضو مش عايزة الفلفل بتاعي يتهري قوي، انا عايزاه كده يبقى ايه، لونه مصحصح معايا، يبقى الطماطم قطع كده، وكمان السجق بتاعنا زي ما هو، كأن كل حاجة لسه فريش. هقلب فيهم شوية لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعض. هسيبهم برضو على نار هادية كده خالص لحد ما يستوي زي ما انتوا شايفين. ريحته عايزة اقول لكم حلوة قوي وسهل جدا. دلوقتي بقى هبتدي ادي رشة بسيطة من الملح. حسيت انه عايز ملح لما قلبته، واقلبه كويس جدا جدا عشان الملح. وهدي عليه. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي وانضف من بره بكتير. وزي ما قلت لكم في سندوتشات مع مكرونه، مع سندوتشات وسلطه فظيع، وسريع جدا على فكره. بس كده خلاص. بصوا شكله عامل ازاي. هنوطي عليه بقى خالص ونسيبه يتشرب كده مع بعض لحد ما يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. وكمان يا جماعه علشان ما نشتريش اكل من بره، لان طبعا في ظروف كورونا دي ربنا يا رب ما يجيبلناش كلنا حاجه وحشه، فمن يعني نعمل حاجتنا على قد ما نقدر في البيت احسن بكتير. انا والله بس عشان كنت عيانه الحمد لله فكنا مضطرين، لكن انا غير كده بصراحه ما بقتش اميل قوي للاكل الجاهز.
بس انا سايباه قدامكم كده على نار هاديه خالص علشان تشوفوه. تقدروا يا جماعه كمان تعملوه على جريل، يعني لو عندك جريل وعملتيه بنفس الطريقه دي بيبقى تحفه، بيبقى حلو جدا برضو. ومره ان شاء الله هعمله لكم على الجريل اللي احنا عملنا عليها ريفيو عنها في قبل العيد ان شاء الله، نعمل عليها برضو هيعجبكم جدا. انا شويت بصراحه عليها، عملت السجق المشوي طلع خطير جدا. بس هديله تقليبه برضو تاني. بصوا لسه جوسي ازاي، وشايفين الفلفل لونه ما اتغيرش وشكله تحفه، والطماطم القطع زي ما هي يعني ما اتعملتش صلصه. كده خلاص السجق بتاعنا زي ما انتوا شايفين استوى وتمام التمام. يلا بينا بقى نعمل معاه طبق مكرونه كده جميل. معايا حله على النار، هحط فيها معلقتين كبار من الزيت وقطعه من الزبده. تقدري تعمليها بسمنه، تقدري تعمليها زي ما تحبي يعني. حطيت مكعب من الزبده على معلقتين من الزيت وهبتدي اسيحهم مع بعض. مكوناتها بسيطة جدا المكرونة دي وسهلة وحلوة قوي. هحط دلوقتي بصلة صغيرة انا مقطعاها قطع صغيرة، بصلاية كده صغيرة. وكمان هحط معلقة من التوم، انا التوم اساسي في حياتي. دلوقتي حطيت قرن فلفل صغير، مرضتش برضو اكتر قوي، حطيت معلقة توم واقلبهم شوية مع بعض. انا مرضتش اكتر قوي علشان انا حاطه في السجق بتاعي فلفل، فمش عايزه يبقى الاكل كله سبايسي قوي، وخصوصا ان انا عندي اطفال في البيت. تقدري تستغني عن اي حاجه حاره لو مش بتحبي الحاجات السبايسي. بس طبعا السجق ما بيتاكلش غير سبايسي، والمكرونات ما بتتاكلش غير سبايسي، والكشري ما بيتاكلش غير سبايسي. بس هقلبهم مع بعض كده لحد ما لونهم يبقى حلو مع بعض. عايزه اقول لكم توم مع بصل مع فلفل، انتم متخيلين طبعا الروائح الجميله. هنقلب برضو مع بعض. اهو انا مهديه بس عشان مش عايزاه ايه التوم يتلسع مني، انا عايزاهم كلهم ياخدوا كده لون واحد مع بعض. تقدري لو مش بتحبي التوم ما تحطيش، تحبي البصل عايز تعمليها ببصل بس بتوم بس، زي ما تحبي. بس الطريقه دي جربيها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا جدا، حلوه قوي وبتبقى طعمها مميز كده وفي اطعمه حلوه يعني. هقلب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما البصله بتاعتي تاخد اللون اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. كده خلاص البصل بتاعنا خلاص لونه اصفر. هحط دلوقتي ايه بقى معلقتين ونص من صلصه الطماطم. انا النهارده مش هعملها بطماطم فريش، انا هعملها بصلصه. دي برضو بتنجز معاكي وبتبقى حلوه قوي. هقلب كده تقلبتين شويه كتير لحد ما كل المكونات دي تتجانس مع بعض. نقلبهم شويه كده مع بعض عشان تاخد من طعم الثوم والفلفل والبصل. وبعد كده هحط كوبايتين ميه مغليين كبار من الكتل اهو. وبرضه تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه. بصوا هي خفيفه ازاي، بس هتشوفوا دلوقتي لما تتسبك مع بعض ايه اللي هيحصل.
لونها حلو ازاي. هحط بقى التوابل بتاعتي، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من السبع بهارات، ودي بتفرق جدا في الطعم برضو. هنا هحط مكعبين من مرقة الدجاج، بس الأول هحط معلقة من الكمون، ومعلقة من الفلفل الأسود، وهحط بقى مكعبين من مرقة الدجاج. أنا بحبها جدا الماجي دي يا جماعة، اللي مش بيحبها ما يحطهاش، بس هي أمزجة يعني، بس بصراحة بتعلي تيست أي حاجة، وبتعلي تيست الصلصات بالذات، بتبقى حلوة قوي. بس عايزة أقول لكم الريحة ملهاش حل، فظيعة. والملح بتاعنا ما نكترش علشان احنا حاطين ماكي، لو مش حاطه ماكي حقيقي بقى حقيقك العادي جدا اهي. هسيبها بقى كده تتسبك على مهلها واحده واحده، وهدي النار عليها برضو. هنا خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت. هنا بقى يا جماعه انا نسيت اقول لكم، انا ما صفيتش المكرونه، انا صفيت المكرونه، دلقت ميه، صفيت المكرونه وسبت في الحله نص تقريبا كوبايه من ميه السليق، ورجعت فضيت عليها الصلصه. بس معلش الحته دي ما اتصورتش، بتفرق جدا جدا يا جماعه. المكرونه مش هنسلقها بنسبة 80%، يعني هنسيب كده 20% من السليق تكون بتعض كده، وهنسيب في مية في الحلة بعد ما نصفي المكرونة، يعني هندلق كده المكرونة، نحاول ندلق كل المية من حلة السليق، هنخلي بس في الحلة بتاعة السليق تقريبا كده نص مج مية سليق في المكرونة. وبعد كده هرجع هفضي كل الصلصة بتاعتي على المكرونة، واغطي عليها بقى، وتعالوا بقى اتفرجوا على الطعم. طبعا هتكمل السوا بتاعها في نص كوبايه الميه مع الصلصه دي، اتفرجوا طعم خرافي، تسبيكه عاليه، صلصه ملهاش حل، طعم انتوا مش هتصدقوه، يعني مش هتصدقوا عامل ازاي. انا دلوقتي قافله عليها كويس علشان بقى عايزاها ايه، تتشرب كويس جدا جدا الصوص كله اللي انا حطيته مع بقيه ميه السليق بتاع المكرونه. انا كنت عملت الطريقه دي قبل كده، هتلاقوها على قناتي برضو في المكرونه. بصوا فظيعه، شايفين كل الميه دي هتتشرب دلوقتي، وطبعا المكرونه لسه بتستوي في المكرونه في الصلصه دي، فعايزه اقول لكم ملهاش حل. هنغطي عليها تاني بقى ونسيبها تكمل السوا بتاعها، واتفرجوا بقى على احلى طعم مكرونه ممكن تدوقوه. الطعم ده والطريقه دي حلوه قوي قوي، جميله، وبتديكي كده طعم تحسي ان المكرونه غنيه كده وانت بتاكليها، وكلها متغلفه بالصلصه، وتحسي ان الصلصه كده فيها من اولها لاخرها، ما بتبقاش بيضه. فاهمين قصدي طبعا. انا كده مغطيه عليها بقى وسايباها تتشرب براحتها خالص. كده كده بقيت يعني ال20% اللي احنا ما سلقناش فيهم المكرونه دول هيستووا في الصوص ده. بس نوطي كده، نهدي النار عليها، ونبتدي بقى نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف ايه اخبارها. بصوا شايفين كل دي هتتشرب دلوقتي، وهتلاقوا احلى مكرونه ممكن تدوقوها بصراحه. اهو انا بقلبها من وقت للتاني علشان كلها تستوي من بعض، وما تقلقوش مش هتعجن منكم خالص، لان احنا سايبينها شويه ما استوتش سوا كامل. فاهمين قصدي، يعني ما استوتش قوي، فاحنا دلوقتي سايبينها تستوي في الصوص ده. انا عريت الحله دلوقتي عشان البخار بتاعها هيطلع وتتشرب كل الصوص ده زي ما انتوا شايفين. بصوا هنا خلاص اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله، فظيعه، وعايزه اقول لكم طعمها خرافي. اهو هنقلب كده عشان الصوص بتاعنا كله يبقى تمام، ويتشرب كده المكرونه كلها تشرب من الصوص اللي احنا عاملينه ده.
انا دلوقتي سايباها خطوه بخطوه عشان تعرفوا هي بتستوي ازاي في الصوص، يعني علشان ما تقولوش يعني هي ازاي هي هتستوي او هتعجن. لا، انا شايفين انا ولا وطي يعني ولا سبتها ولا غيرت ولا عملت مونتاج ولا اي حاجه. اهي واحده واحده هي بتتشرب قدامكم، وهقلبها قدامكم كمان مره. بصوا، شايفين كله اتشرب ازاي، والصلصه بقت فظيعه، اتشربت كل المكرونه وبقت حلوه جدا جدا. اهي نفضل برضو معلين الحله كده علشان تستوي السوى اللي احنا عايزينه. طبعا واضح قدامكم هي، بصوا بتتشرب ازاي، كأنك بتعملي رز بالظبط، بس احنا طبعا مش هنسيبها تتشرب زي الرز كده. المكرونة الحلوة بتتعرف من صلصتها، بتتعرف من قوام الصلصة، بتتعرف من الحياء بتاعها. بالذات لما تكون الصلصة كده ايه جوسي كده وماسكة المكرونة بتلمع. بس خلاص اهو، شايفين؟ بصوا، شايفين المكرونة اتشربت كلها ازاي، بقت خطيرة. يلا بينا بقى نسمي الله ونغرفها. عقبال ما نغرفها بقى، عقبال ما تتشرب، هنعمل دلوقتي سلطة زبادي خطيرة. دي كده خيارة كبيرة انا بشراها وعصرتها كويس جدا، خدت منها المية، عصرتها كويس قوي. المية دي يا جماعة كنز، هتحطوا عليه معلقة صغيرة من النشا وترفعوهم على نار هادية جدا، هتبقى كريمي، تدهنيها على بشرتك، تنشف، تغسليه. حاجة فظيعة، ممكن تعمليها على ايدك، ممكن تعمليها على وشك، ممكن تعمليها برضو في اي حتة انتي حاسة ان عايزة تترطب. دلوقتي هاخد الخيار بتاعي المعصور منه الميه وافضي عليها علبه الزبادي. عايزه اقول لكم احلى طريقه تقدروا تاكلوا بيها سلطه الزبادي اهو. هاخد دلوقتي فصين من الثوم المهروسين، هاخد منهم كده تقريبا فص كده كبير مفروم، وهاخد معلقه كبيره من المايونيز. المايونيز بيخليها كريمي وبيفرق في طعمها جدا، جربوها بالمايونيز هتفرق جدا كطعم وهتشيل من لذاعه الزبادي وفظيعه. دي كده معلقه صغيره من النعناع الناشف انا فرماه، ودي معايا نص ليمونه. بصوا سهله جدا، هعصرها عليها، ورشه بسيطه من الملح اهو، وابتدي بقى اقلب كل المكونات بتاعتي، هتبقى كريمي وهايله، حلوه قوي. جربوا طريقه سلطه الزبادي دي، حلوه جدا على ضمانتي. بصوا كريمي ازاي، حاجه كده فوق الخيال والله يا جماعه. جربوها وان شاء الله تعجبكم اهو، وسهله وبسيطه وبتاكل جدا وبتفتح النفس كده في الاكل. كده خلاص، دي كانت وصفه سلطه الزبادي. هنا بقى يلا نعمل بينا كيك كده. انا هعمل النهارده كيك برتقال من دريم، حلوه قوي يا جماعه. كيك الاورنج دي فظيعه. انا دايما بعمل كيك عادي، بس النهارده قلت اجرب كده معاكم. هي مجهزه بكيك شيف، يعني هي مجهزه يعني فيها البيكنج باودر، فيها كل حاجه. تعالوا بقى نشوف المقادير. هنا بيقولك ايه، هنا انا هعملها بطريقتي، وهناخد جزء من المقادير. 3 بيضات، هناخد زبدة 100 جرام من الزبدة، هناخد كمان تقريبا 100 جرام من اللبن. انا بقى هنا بعملها بالزيت، جربوا الكيك بالزيت بس يكون زيت نضيف، حلوة قوي قوي. ده كده مج الا ربع لبن، زيه مج الا ربع زيت، و3 بيضات، مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم والله تجنن. دلوقتي هضيف اللبن، سهله وحلوه قوي قوي، ومنجزه منجزه جدا يعني، ومضمونه نتيجتها. هحط عليه الزيت والثلاث بيضات، كله في شفشق الخلاط. انا بصراحه بستسهل جدا اعملها في شفشق الخلاط، مش بتاخد وقت كده وسريعه. كده خلاص حطيت مج الا ربع لبن، مج الا ربع زيت، والثلاث بيضات. هضربهم بقى كويس في الخلاط لحد ما كل المكونات بتاعتي تتضرب مع بعض كويس جدا جدا.
شايفين؟ مفيش اسهل بقى من كده. مش هتاخد منك 5 دقايق على بعض. بس نضرب شوية كده لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعض. ولا حطينا فانيليا ولا حطينا سكر ولا اي حاجة. هي دي المكونات ودي الطريقة الحلوة قوي اللي انا دايما بعمل بيها يعني. الكيك الجاهز وبالذات دريم، انا جربت بصراحة كذا حاجة، بس بصراحة احسن حاجة عجبتني كيك دريم، يعني حلو. ودي مش دعاية طبعا، انا بقول حاجة جربتها. خلاص كده ضربتهم مع بعض. هنجيب دلوقتي بقى بولة فاضية، اي بولة عندك موجودة، بلاستيك، ازاز، اي حاجة. كده كده احنا مش هنعمل حاجة سخنة فيها يعني. معلش هفتح معاكم بس الكيك. وحاولي بقى وانتي بتفضيه ترفعي ايدك كأنك بترشيه كده في البولة، علشان نعمل لها كده ايه ريفرش كده للبيكنج باودر. وشايفين انا بعمل ازاي اهو. فضيت كده الكيك، وهبتدي بقى انزل الخليط بتاعنا زي ما هو. طبعا الكيك جاهز من كله يعني. وهبتدي اضرب كويس جدا جدا بسرعة في اتجاه واحد. هنحط بقى بقية الكمية. شايفين نفس المقادير بالظبط يا جماعة، يعني على العلبة بالظبط. وجربوها بالزيت، ما تقلقوش يعني، ما تقلقوش خالص، بتدي طعم هايل وتحفة جدا يعني. هنقلب كويس جدا جدا لحد ما كل المكونات تتجانس ونشوف الفقاعات الخفيفة دي. شايفين؟ ده القوام بالظبط المثالي اللي احنا عايزينه، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. بس هجيب بقى اي صينية عندك موجودة، وهديها مسحة من الزيت. دي صينية مقاس 28. همسح بس كده مسحة بسيطة من الزيت. طبعا الصينية مغسولة يا جماعة وناشفة عشان محدش يقول حاجة. هديها مسحة كده والجناب كويس، وهبتدي بقى انزل بالخليط بتاعي في الصينية. طبعا قبل ما نبتدي يا جماعة في ان احنا نبتدي في خطوات الكيك دي، هنكون مولعين الفرن بتاعنا كويس جدا، وحاطين الشبكة في النص علشان احنا هنحطها على الرف اللي في النص اهو. هنحطها بقى على الرف اللي في النص لمدة 45 دقيقة، من 30 دقيقة ل45 دقيقة. تتابعيها بخلة بسيطة في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هنا الكيك بتاعنا بعد ما استوى، بصوا هنختبره بالخلة. بصوا بسم الله ما شاء الله، حلو قوي ازاي. هنا تقريبا كان عدى عليها 35 دقيقة اهي. بصوا الكيك بتاعنا حلوة قوي 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 ما شاء الله، تجنن بصراحة، وطرية كده وحلو. وده كده شكل طبق الكيك بتاعنا. بصوا لونها وشكلها عامل ازاي، ومن جوه بيضة، عشان في ناس كتير بتشتكي اهو. انا عاملاها بزيت، شايفين اللون بتاعها وطرية، وعايزة اقول لكم ريحتها خطيرة وطعمها احلى. تقدري بقى للولاد طبعا هيحبوها في بكذا طعم زي ما تحبي. دي حلوة جدا مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، حلوة قوي. وكمان بالاورنج ما عندناش حاجة بقى ان احنا نعملها كده. خلاص دي وصفة الكيك. وهنا خلاص انا غرفت طبق المكرونة بتاعي التحفة، والسجق كده زي ما انتوا شايفين، وسلطة الزبادي بتاعتنا الحلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم جنتهم النهاردة، وكانت حلوة قوي. واعملوها سهلة جدا وبسيطة وخفيفة وحلوة. النهاردة كده عملنا كام وصفة، يا رب كده يكونوا عجبوكم. ده كده المكرونة والسجق والزبادي اللي احنا عملناه.
وده كده طبق الكشري بتاعنا الخطير مع الصلصة بتاعته والحمص. انا نسيت اصب الحمص يا جماعة، معلش. المفروض كان يبقى فيه مج حمص موجود هنا دلوقتي، بس معلش تتعوض المرة الجاية. ادي الصلصة بتاعتنا الخرافية، وادي الشطة والخل طبعا علشان ايه ياكلوا براحتهم. اتمنى كده يكون الطبق بتاعي فتح نفسكم ويكون شكله جميل. يلا بينا بقى علشان نسمي الله ونبتدي ناكل احلى طبق كشري. بشكركم جدا جدا. هسيبكم بقى مع الفيديو بتاعي وبقية وصفاتي في القناة. يا رب وصفاتي تعجبكم واتمنى اشوفكم بخير. انا بس حبيت انزل وصفات دي علشان تفتكروني تاني وتفتكروا الوصفات بتاعتي اللي انا عملتها، واشوفكم على خير.